36% بس من الأشخاص عندهم القدرة على فهم مشاعرهم وتوجيهها. وبالرغم من إننا مخلوقات عاطفية في الأساس، إلا إن قدرتك على التحكم في مشاعرك بشكل كويس وتوجيهها بشكل فعال بيساعدك تاخد قراراتك بشكل صح، وكمان تتعامل مع الناس بشكل أفضل، وهو ده اللي بيسموه الذكاء العاطفي. في الحلقة دي هنعرف إزاي مشاعرنا بتتكون، وليه إحنا مخلوقات عاطفية في الأساس، وإيه هي المهارات الأربعة للذكاء العاطفي. حلقة جديدة من سكيلز كابسول. أهلا بيكم مرة تانية. في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن نظرية الذكاءات المتعددة لهوارد جاردنر، واللي شرحنا فيها أشكال الذكاء المختلفة، وقلنا إن الآي كيو بتاع الأشخاص مش هو اللي بيحدد مدى نجاحهم، وإن الذكاء العاطفي بيلعب دور كبير جدا في قدرتك على التعامل مع نفسك ومع الآخرين. قبل ما نتكلم عن الذكاء العاطفي، تعالوا نعرف ليه إحنا مخلوقات عاطفية في الأساس. كل حاجة بتشوفها أو تسمعها أو تحسها بتتنقل من جسمك في شكل إشارات كهربية، وبتتحرك من خلية للتانية لحد ما توصل للحبل الشوكي في أسفل المخ. وعشان توصل لمنطقة التفكير العقلي المنطقي، لازم تعدي في الأول على الجهاز الحوفي أو الليمبك سيستم، واللي بيعتبره علماء التشريح فص قائم بذاته وبيسموه الليمبك لوب، واللي موجود في مركز بين نصفي المخ، وده مسؤول عن الوظائف الانفعالية لجسم الإنسان، وبيعتبروه مصنع المشاعر، لأنه بيتيح ليك تجربة الأمور اللي بتمر عليك عاطفيا قبل ما يبدأ عقلك يفكر فيها. وده اللي بيخلينا دايما نرجح كفة المشاعر، وبيخلينا مخلوقات عاطفية. الذكاء العاطفي هو قدرتك على فهم مشاعرك ومشاعر الآخرين، واستخدام الفهم والإدراك دوت في التعامل مع الناس ومع نفسك بشكل صح. مهارات الذكاء العاطفي بتساعدك في إدارة مشاعرك في ظل يوم مشحون بضغوط العمل والحياة، واللي بتأثر بشكل كبير جدا على تعاملاتك مع الناس وقدرتك على اتخاذ القرارات السليمة. وعشان كده الذكاء العاطفي هو أساس نجاح، لأنه بيدخل في 58% من إجمالي تقييمات الأداء في كل الوظائف، لأن بتطويره بيتطور معاه أكتر من 33 مهارة بتحتاجها في شغلك يوميا، زي إدارة الغضب والتواصل وإدارة الضغوط وغيرها كتير. ممكن يكون بيدور في بالك دلوقتي سؤال: أنا إزاي أتحكم في مشاعري وأنا معرفش سببها، أو أنا أصلا مش السبب فيها؟ سنة 57 العالم ألبرت إليس قال إن الناس بيفترضوا إن الموقف هو اللي بيسبب رد الفعل أو السلوك، لكن الحقيقة في مسار معين بتمشي فيه المشاعر عشان تتكون، وهو اللي بيسبب بعد كده رد الفعل بتاعنا ليها. والمسار ده سماه ABC موديل. ال A هي الأكتيفيتنج إيفنت أو الموقف المحفز. ال B هي البيليفز أو القناعات بتاعة الشخص تجاه الموقف ده. وال C هي الكونسيكونسز أو الحاجات اللي بتترتب على الموقف ده من مشاعر وسلوك. خلينا نشرحه بمثال بسيط. لو أنت سايق عربيتك وحد كسر عليك فجأة، فده يعتبر موقف محفز أو activating event. هتتعصب وممكن الغضب يوصل لأعلى مستويات حدته عندك، ودي السي اللي هي الكونسيكونسز أو الحاجات اللي ترتبت على الموقف ده. العصبية اللي انت فيها هنا مش نتيجة الموقف اللي حصل، لكن ده لأن عندك اعتقاد إن الشخص ده ما كانش لازم يعمل كده، وإزاي يتصرف بالشكل ده، وهي دي البيليفز اللي موجودة عندك في الموقف ده. ألبرت إليس قال إن مش الموقف هو اللي بيسبب لنا المشاعر السلبية، إنما المعتقدات بتاعتنا تجاه الموقف ده، زي قناعتك ان الشخص المفروض يتصرف في الموقف ده بشكل معين او ما يتصرفش بشكل معين، او شعورك بالذنب ان انت المفروض كنت تتصرف بشكل معين في الموقف اللي حصل. كلمات كتيرة ممكن نوصف بيها مشاعرنا، لكن في الحقيقة المشاعر بتتقسم ل5 عائلات كبار: السعادة، الحزن، الغضب، الخوف، الخجل. وفي خلال يومك بتتعرض لمختلف الاشكال بتاعتها مع اختلاف حدة ودرجة الشعور ده، واللي بيكون له اثر كبير بعد كده على تصرفاتك وقراراتك. عشان كده الذكاء العاطفي مهم جدا في فهم المشاعر دي والتعامل معاها. بعد ما عرفنا ازاي المشاعر بتتكون، تعالوا نتعرف على المهارات الأربعة للذكاء العاطفي. مهارات الذكاء العاطفي ليها كفاءتين أساسيتين: الكفاءة الشخصية والكفاءة الاجتماعية. الكفاءة الشخصية بيندرج تحتها الوعي الذاتي وإدراك الذات والمشاعر. أما الكفاءة الاجتماعية فهي عبارة عن الوعي الاجتماعي وإدارة العلاقات. أول مهارة فيهم الوعي الذاتي، هو قدرتك على فهم مشاعرك بشكل صح وقت ظهورها، وفهم ردود أفعالك اللي بتظهر في المواقف نتيجة أحداث معينة أو أشخاص معينة. فهمك لميولك شيء مهم جدا، لأنه هيساعدك على إدراك المشاعر وأسبابها، لأن زي ما اتكلمنا إن المشاعر دي عبارة عن ردود أفعال اتكونت نتيجة تجارب سلبية أنت مريت بيها، كونت عندك معتقدات معينة عن الموقف ده. الوعي الذاتي هو أهم المهارات الأربعة، لأن بيتبني عليه باقي ال3 مهارات، والنتائج أثبتت إن 83% من أصحاب الوعي الذاتي المرتفع بيكونوا ناجحين أكتر في حياتهم وشغلهم.
تاني مهارة إدارة الذات. مع الوعي الذاتي لنفسك ولمشاعرك بيجي الخطوة التانية، وهي قدرتك على توجيه المشاعر دي بشكل صح. بمعنى إن إدارة الذات هي تعاملك مع ردود الأفعال الناتجة عن مشاعرك ناحية الأشخاص والمواقف. بعض المشاعر اللي بنمر بيها بتسبب لك خوف يشل تفكيرك، وبيأثر على قدرتك على التواصل مع الناس أو التفكير في حل مشكلتك. عشان كده أكبر التحديات اللي بتواجهها في إدارة الذات هي تحجيم النزعات اللي جواك واللي بتأثر عليك وعلى علاقاتك بالناس، زي أي رد فعل بيحصل لك نتيجة موقف سلبي. نتائج إدارة الذات بتظهر لما بيكون عندك القدرة إنك توجه مشاعرك بشكل صح، وتتخلى عن شعور لحظي عشان توصل لهدف أكبر، وتقدر تتحكم في مشاعرك في ظل الضغوط اللي موجودة حواليك. تالت مهارة الوعي الاجتماعي، وهو قدرتك على فهم مشاعر الناس وإيه اللي بيفكروا فيه أو بيحسوا بيه في الوقت ده. وعشان كده أهم عوامل الوعي الاجتماعي السليم هي مهارات الاستماع وقدرتك على ملاحظة أفعال الناس. وبتنمية مهارة إدارة الذات بيبقى عندك القدرة إنك تسمع الناس بشكل كويس وتفهم اللي بيفكروا فيه، لأن وقتها هيبقى عندك القدرة في التحكم في رغبتك في الكلام ومقاطعة الناس، أو التفكير في حاجة تانية وأنت بتسمع لهم، أو حتى توقع كلامهم والتصرف على أساسه. رابع مهارة إدارة العلاقات. زي ما قلنا إن المهارات الأربعة مرتبطة ببعض، عشان كده إدارة العلاقات هي نتاج للثلاث مهارات اللي قبل كده، وهي قمة هرم الذكاء العاطفي، واللي بيها بتستخدم وعيك بمشاعرك ومشاعر الآخرين عشان تتواصل معاهم بشكل أحسن. تقوية علاقاتك مع الأشخاص بيساعدك كتير في التواصل معاهم، وفي نفس الوقت بيساعدك تتجنب المشاكل اللي ممكن تحصل بينكم، لأن ضعف العلاقة بيصعب عليك الأمور في توصيل أفكارك وآرائك. صعوبة المرحلة دي هي قدرتك على التواصل بشكل كويس في ظل فترات الضغط والتوتر، واللي بيزيد فيها المشاحنات سواء في الشغل أو في البيت، وعشان كده دي قمة هرم الذكاء العاطفي. ودي كانت حلقتنا عن الذكاء العاطفي، واللي اتعرفنا فيها عن مفهوم الذكاء العاطفي والمهارات الأربعة ليه. كمان اتكلمنا عن تركيب المخ واللي بيخلينا أشخاص عاطفية أكتر، وتعرفنا على الABC موديل للعالم ألبرت إليس، واللي قال إن معتقداتك عن الأمور هي اللي بتحدد درجة الشعور عندك وحدة المشاعر وردود الأفعال. في الحلقة الجاية هنكمل موضوع الذكاء العاطفي، وهنتكلم عن طرق عملية لتطوير كل مهارة من المهارات الأربعة. ما تنسوش تشتركوا في القناة عشان تشوفوا كبسولاتنا الجديدة، ولو الفيديو مفيد بالنسبة ليك ما تنساش اللايك والشير عشان غيرك يقدر يستفيد منه.